الارض اتحلت، الارض اتحلت وكله تمام وهتاخد ارض بديله. مش عايز اسمع بقى اصل وقف القيد بسبب الارض، المستحقات ما اتدفعتش بسبب الارض، بنجيب لعيبه كسر بسبب الارض، امام المسجد عندنا مشي بسبب الارض، الرخام بتاع الارض بيتشال بسبب الارض. كل بقى الكلام اللي كان بسبب الارض اللي انت كنت عمال تقوله لي كمجلس اداره، انا مش عايز اسمعه. كده انت خلاص اهو، مشكلتك الاساسيه اللي كنت مصدرها للاعلام ومصدرها للجماهير اتحلت، والارض اتحلت والمشكله اتحلت، وهتاخد ارض بديله واشتغل بقى يا باشا عيش. مش بتاعتي انا بقى، هتبني منين، هتجيب فلوس منين، دي مش بتاعتي. انت المفروض رجال اعمال وقادرين وعارفين يعني ايه زي استثمار. ده المفروض يعني اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الواحد لما سمع خبر حل الازمه بتاعت الارض بتاعت نادي الزمالك، الواحد يعني خبر كويس في ظل المشاكل الكتير اللي عندك، في ظل ان انت بتشوف الانديه كلها بتستعد للموسم الجديد، واللي ناقصه لعيبه بتجيبها، واللعيبه كلها بتسكن مدربتها او بتسكن اللعيبه بتاعتها وبتسكن كل حاجه، الا انت النادي الوحيد اللي في افريقيا او في العالم بتدور ازاي تفك الكيد بتاعك وازاي تحل القضايا اللي عندك. محدش في النادي عارف مصيره ايه، لا لاعب عارف هيقعد ولا لا، ولا لا لاعب عارف هيجي ولا لا، ولا مدرب عارف هيكمل ولا لا، ولا عارف انت هتعمل فتره اعداد، ولا عارف حاجه خالص. انت على الله ان شاء الله، فاهم؟ انت انا زي مرسى هدق لها. انا معاكم في اي حاجه. ف... فكل الكلام اللي كان بيطلع الاول من مجلس الاداره على الارض، وان الارض هي السبب، وان الارض لما اتسحبت ودي الناس كلها بتحارب والناس كلها واقفه ضدك، وي 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 الكلام الكتير اللي احنا سمعناه ده، اظن دلوقتي انت ما عندكش حاجه. النهارده النهارده 18، فاضل لك قول 10 ايام، قول 10 ايام او اقل من 10 ايام كمان على 30 6. هل هتقدر في ال 10 ايام دول، هنمشي 10 ايام، تحل فيهم المشاكل بتاعتك؟ طيب الفيفا المفروض بتحدث كل يوم اربع، يعني قدامك الاربع اللي جاي عشان يتحدث على السيستم بتاع الفيفا اللي انت بقت كل القضايا بتاعتك خلصت. هل هتقدر تعملها؟ مش عارف. طيب هل هتقدر تفك الوقف القيد التأديب اللي جالك من الفيفا؟ برضو مش عارف. طب هل هنخش الموسم الجديد بنفس السكواد اللي معانا وبنفس المدير الفني؟ انت عارف؟ انا مش عارف. هات حد من مجلس الاداره واساله، ان شاء الله خير، وعارف انت اللي هو ان شاء الله، والف الف مبروك. كميه فشل غير طبيعي الصراحه. الواحد على قد ما هو وحشه الزمالك ووحشه الماتشات والواحد عشان بيحب الزمالك يعني من قلبه فعلا، بيبقى قاعد مستني ماتشات الزمالك دي بفارغ الصبر يعني. ولما بيبقى في وقف دولي او الزمالك مش مشارك في بطولة او خرج من بطولة، بيبقى البطولة ملهاش طعم، او الوقف الدولي ما بيبقاش ليه طعم بالنسبة لي قوي يعني. اه ببقى فرحان ان بشوف منتخب مصر وبشوف منتخب بلدي بيعمل ايه في إذا كان في كاس العالم او في افريقيا. ببقى فرحان طبعا ان المنتخب بلدي بيكسب وبيتأهل وبياخد بطولة. ولو بالذات كمان لو بيلعب حلو زي ماتش بلجيكا كده، كلنا فرحانين بحاجة زي كده. وسيبك من الناس اللي بتقولك اصل انا مش هشجع واصل حسام حسن عمل وما عملش، سيبك من الناس دي خالص. الناس ديت مش عايز اقول ان الغل ماليها، بس هما دي براحتك. انت ما بتشجعش مصر فمصر مش هتقف عليك. مش هيجي الصبح كابتن حسام حسن يلم هدومه ويمشي يقول لك لا اصل فلان الفلاني ما بيشجعنيش او فلان الفلاني بينتقدني. يعني لما كابتن رضا عبد العال انتقد حسام حسن، هل انت فاكر ان حسام حسن وابراهيم الصبح هيروحوا بقى اللعيبه داخله عليهم يلاقيهم متمرمغين في التراب وبيخبطوا على الحيطان، واصل ده بيهاجمنا وده بيقول انا وطني؟ لا، ما كل الكلام ده الصراحه ما كلام مش من وجهه نظري انا يعني ملوش علاقه بالرياضه خالص يعني. الرياضة اللي انت لما فريقك بيشارك في بطولة انت بتحب فريقك، فبتحب اللي انت تشوفه على طول كسبان، وعلى طول اللي هو في اي بطولة بيخش بياخدها، بينافس على اي بطولة، منتخبك بيلعب، منتخب بلدك
بتبقى انت مستني الماتش بتاع منتخب بلدك حتى لو الساعة 5 الفجر زي ما، او الساعة 4 زي ما الماتش الجاي بتاع نيوزيلندا جاي. فانت قاعد مستنيه، مستني انت تشوف، مستني الفرحة مع كل الناس بقى اللي بيبقى قاعد جنبك على القهوة، ده اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي اتحداوي بن شرقي، يعني فاهم، ايا كان كفرشكاوي، اي حد قاعد جنبك على القهوة هو في الاخر مصري، قاعد بيشجع جنبك. حتى لو مش مصري هو قاعد بيتفرج على منتخبك، بيتفرج على بلدك وهي بتلعب. لو انت سجلت جون هو اول واحد هيقوم، وهتقوموا تحضنوا بعض وكلام كتير. فالرياضة هي رياضة وهي حاجة كلنا بنحبها. فدي يعني حاجة سريعة كده، مش عارف ايه اللي دخلني فيها أصلا، بس مش مشكلة مش مشكلة يعني. نرجع لموضوعنا الأساسي. الزمالك توفر له أرض جديدة. الزمالك قدر أو مش قدر، هو أو مش قادر حتى أقولها، إن الإدارة قدرت اللي هي تحل مشكلة الأرض، لأن هما ما عملوش حاجة من وجهة نظري. لان هم اتصرفوا في كل حاجه غلط. لان هم لما خدوا القرض بتاع 100 مليون جنيه، لما خدوه هم اتصرفوا فيه غلط، وطلعوا ان النادي ما فيهوش فلوس عشان الجماهير هي اللي تضغط على الدوله او تضغط على المنظومه الرياضيه بشكل عام، اللي هو تخصص لارض الزمالك بيقع. فانت اتصرفت فيها غلط، بدليل ان انت جيت بعدها على طول قلت اصل اللعيبه معاش فلوس او اللعيبه ما خدتش مستحقات. فانت اتصرفت في ال 100 مليون ده غلط. فانت كده كده ادارتك فاشله، ده من وجهه نظري. خدت بطوله الدوري اداره فاشله، خدت الكونفدراليه السنه الجايه ان شاء الله بطوله فاشله، لعبت في كاس العالم بطوله فاشله، خدت الانتركونتيننتال برضه. لو خدت كاس العالم للانديه، لو انت شاركت مكان منتخب مصر وخدت كاس العالم كله اللي بيشارك فيه المنتخبات، بالنسبه لي هتبقى دي افشل اداره مرت على تاريخ النادي. لو عملت لي سكواد، اقوى سكواد في العالم، لو جبت لي ميسي ونيمار وكريستيانو، فاهم، لو جبت لي جميع الناس اللي بص في العالم كلها، هتبقى بالنسبه لي انا دي افشل اداره دخلت او دارت النادي في وقت من الاوقات يعني. هبقى فرحان بالانجازات، هبقى فرحان بالبطولات، بس انا هبقى عندي مشكله معاك ان انت اداره فاشله. فهل انت كده هتقدر تحل المشاكل بتاعتك؟ العامل او المشكله اللي انت كنت حاططها او بتصدرها للاعلام وبتصدرها للجمهور، اللي 90% منه هو فاهم وواعي وعارف ان المشكله مش مشكله ارض بس، خلاص اتحل. بعدين ماذا بعد؟ هتعمل ايه؟ هتبني؟ اصل مش معيش فلوس ابني. هتجيب لعيبه؟ اصل معيش فلوس اجيب لعيبه. هتدفع مستحقات؟ اصل معيش فلوس اجيب مستحقات. هتجيب مدرب جديد؟ اصل معيش فلوس اجيب مدرب جديد. هتفك القضايا اللي عندك؟ لا اصل معيش فلوس برضه افك القضايا. اما انت معاك فلوس، انت عايز ايه طيب؟ انت عايز ايه؟ يعني انا لو هتيجي تسالني انا مش عارف. انا بشوف الانديه كلها في كل البلاد بتحضر للموسم الجديد. خلي بالكم الموسم الجاي هيبقى موسم صعب جدا 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 في الدوري بالاخص. كل المشاكل اللي كانت عند الاهلي السنه اللي فاتت هو بيعالجها السنه دي. خلي بالكم، افتكروا الكلمه اللي بقولها لك دي، الاهلي السنه الجايه هيبقى شكله مختلف. مشاكله اللي هو كان فيها السنه اللي فاتت هتقل بنسبه كبيره، وممكن ما تلاقيهاش الموسم الجديد. بعيد بقى ان هو شارك كونفدراليه، مش هيشارك، مش هيروح السوبر المصري، ايا كان، الموسم الجديد بتاع الاهلي هيبقى مختلف تماما تماما تماما. وافتكروا الكلمه اللي انا قولها لك دي. فانت لو ما دخلتش بقوه وما دخلت الموسم الجديد وانت عندك شراسه ومحضر وعامل اعداد كويس جدا ومحضر فريقك ومحضر نفسيا وجسمانيا وماليا وعاطفيا، هتتبهدل الموسم اللي جاي. هتتبهدل والله. اسمع مني، اللي حصل معاك السنه اللي فاتت ده عشان انت كنت مجتهد، لعيبه اجتهدت، الجمهور فضل وراك، الفرق التانية كانت واقعه. السنه الجايه هتلاقي الجمهور هيفضل في ظهرك، بس ما اضمنش الفرق اللي المنافسين بتوعها عاملين ازاي. ما اضمنش المنافسين هل هيبقى بنفس السوق اللي هما كانوا فيه الموسم اللي فات ولا لا. فالحل عندك والمشكله عندك، يا تقدر تحل. انت كده كده مش حاجه اسمها يا تقدر، انت لازم تحل. لان دي مش مشكلتي. اتمنى يعني ان مشاكل الزمالك كلها تتحل، واتمنى ان الاداره اللي موجوده تحل المشاكل اللي موجوده واقف القيد وتمشي.
مش هقول لك تمشي دلوقتي، لان انت السبب في المشاكل دي، فحل وامشي. ربنا يكرمنا الموسم اللي جاي. خايف طبعا، قلقان، وارد، مش مطمن، لكن عندي ثقة في ربنا، وعندي ثقة في النادي وفي شعار النادي اللي هو يقدر اللي هو يكمل. لكن ما عنديش ثقة لا في لعيبة ولا في مدرب ولا في إدارة ولا في أي حد. وعلى فكرة حاجة صغيرة، كابتن معتمد لو كمل، أنا بحبه، لو كمل الموسم الجديد هيحاسب على المشاريب لوحده. لو كابتن معتمد قالوا له خليه وكمل الموسم الجديد هيحاسب على المشاريب لوحده، وافتكر الكلمة دي كويس قوي. لو كابتن معتمد جمال كمل الموسم الجديد هيحاسب على مشاريب الدنيا كلها لوحده. فربنا يكرمنا، وان شاء الله ابقى كلامي كله غلط، وهم يحلوا المشاكل ويقدروا يجيبوا لنا لعيبه، والفيفا تشيل وقف القيد التأديب اللي هم عملوه، وربنا يكرم منتخبنا ويوفقنا يا رب في كأس العالم ونصعد، وتبقى أول مرة في التاريخ تحصل إن منتخب مصر يصعد ويبقى عامل أداء كويس، يعني مش مجرد اللي أنا رايح كأس العالم وراجع مع أول طيارة. السلام عليكم.